السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تورتاية مقاس 30 في 40، وانا خبزتها كده في صاج 30 في 40 بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. هو 30 في 40 زي ما انتوا شايفينه كده. خبزته بكيلو سبونج جاهز على نصين، نص يعني سبونج ونص تاني مرة تانية سبونج. كل نص عليه 6 بيضات، عليه معلقة كبيرة محسن جل، عليه نص كوباية مية. اضربهم كويس جدا لحد ما يبقى الخليط مليان كده تقيل كده زي الكريم شانتيه، واحطه في نص الصاج. النص التاني برضو هعمله بنفس الطريقة واحطه في النص التاني بتاع الصاج. وبقى معايا الاسبونج ارتفاعه حلو زي ما انتوا شايفينه كده. انا بقى هقسمه نصين على مقعدة 30 في 40، وهشيل بقى الوش بتاعه واشيل الجزء اللي هو من تحت ده اللي هو بيبقى ناشف شوية، واروح بقى ايه مقطعاه كده زي ما انتوا شايفينه. بصوا الارتفاع بتاعه حلو ازاي من الجنب. اشيل بقى كده بالمنشار. معايا سكينة مشرشرة، لازم سكينة مشرشرة او منشار. ما عنديش منشار بستخدم السكينة المشرشرة برضو بتشيل معايا. كل ده بيبقى معايا ناشف، ما بيبقاش حلو في الاكل. كل ده بيترمي، مش بهدر منه ولا حاجة. انا بشيل الزيادات اللي هي ناشفة معايا كده. الاسبونج معايا من تحته طري وجميل، مش ناشف ولا اي حاجة. والطبقة بس اللي تحت دي اللي ما بتبقاش ليها عوزة بشيلها كده معايا، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل نفس الطريقة في الجنب التاني، بس يعني ايه هشيلها وانا حطاها على المقعدة. هقشر بقى الوش كده مع نفسي، وبقى بعد ما قشرته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شيل الزيادات والفتافيت دي هرميها خلاص ملهاش عوزة، وانضف الرخامة بتاعتي. وانا كنت هشيل الوش كده بس قلت ايه اقسمها الاول، لاني انا عاوزة 3 طبقات. انا معايا السبونج طلع نصين، قسمت السبونج نصين، بس انا عاوزة 3 طبقات. هي كل نص طبقة حلوة يعني ارتفاعها حلو. فانا هاخد نص واحد بارتفاعه، هاخد النص الاولاني مش هقص منه حاجة، يعني مش هقسمها نصين ولا حاجة، هخليها بنفس الارتفاع. والنص التاني بتاع الصاج هقسمه على نصين. انا قسمته اهو، ده النص اللي هو التاني قسمته نصين اهو زي ما انتوا شايفينه، عشان انا عاوزة ايه 3 طبقات. بس ايه بسيرب خفيف. السيرب دوت كوبايتين مية على كوباية سكر، خليتهم يغلوا على نص عصرة ليمونة وكيس فانيليا لحد ما يغلوا كده شوية، وبعدين نطفي عليهم النار بخليهم يبردوا. وبعدين اروح بقى حطيت عليهم شوية صوص شوكولاتة من الجناش اللي انا عاملاه، حطيته في قلب الشربات اللي هو السيرب الشربات اللي انا سقيت بيه الكيكة. وبقى معايا في الازازة اللي هناك دي السيرب بقى بتاعي بسقي بيه الكيكة. والجناش بتاعي انا كنت مجهزاه قبلها. الجناش طريقته سهلة جدا، ده جناش اقتصادي. على كل 100 جرام شوكولاتة خام 50 جرام مية. اغلي المية كويس جدا، وبعد كده احط على ال 100 جرام شوكولاتة. انا استخدمت 100 جرام شوكولاتة عليه 200 جرام شوكولاتة عليهم 100 جرام مية، عشان انا هزين هسقي بيه الشوكولاتة من جوه، اسقي بيه التورتة من جوه. وهحط هزين بيه برضو الشوكولاتة دي. حط طبقة كده كويسة جدا من الكريمة، كريم شانتيه. عملته ازاي؟ على كل كوباية كريم شانتيه كوباية مية ساقعة متلجة، ومعلقتين كبار كده معلقة كريم باستري، ومعلقة لبن بودرة. اللبن بودرة انا كنت جايبة ب15 جنيه، حطيت الكيس كله لبن بودرة. اللبن البودرة بتطعم لي الكريم شانتيه وبتخليها جميلة جدا. هنا هصب بقى الجناش اللي باقي معايا. هنا بقى كنت برد معايا يعني جمت كده شوية. المهم انا فكيته على حمام بخار، مية سخنة كده بخار، ولحد ما فك معايا. بس للأسف بقى ايه بقى سايل كده شوية. فانا ايه لقيته مسيل كده معايا وهينزل تحت الدربات دي، فروحت قلت اسيبه شوية عشان بس ايه ما تسيلش معايا وينزل تحت على المقعدة.
فانا قلت اسيبه كده شويه يجمد كده معايا شويه، فسبته يعني حوالي من دقيقتين ولا حاجه، بس هو لسه برضو مسيل. بس قلت مش مشكله، هي التورته مسقعاها كويس جدا. لازم التورته تتساب بعد ما التجليس ده، تتساب في التلاجة شويه، بحيث ان انا لما اعمل الدربات دي تقفش عليها بسرعه او تمسك عليها بسرعه. بعمل بقى كده الدربات حوالين داير كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك. هنا بقى معايا الشوجر شيت، انا كنت عاملاها عند حد بتوع مستلزمات حلواني، بقول له انا هعمل التورتايه 30 في 40، فهو بيعمل لي الشوجر شيت على قد التورتايه، هتبقى المقاس ده مناسب للتورتايه اللي انا عاملاها. بقص الزياده دي، واهم حاجه عشان الشوجر شيت ده ما ينفعش يتحط على الكريمه فوق الكريمه على طول، عشان الصوره الالوان بتاعتها ما تبهتش والالوان تتغير. فانا هنا عندك حلين، لا اما شوكولاته خام بتسيحيها وتحطيها، لا اما نوتيلا بتسيحيها بشويه زيت بس كده، او تفكيها بشويه زيت خفاف وتروحي مغلفه بيها الصوره كلها من ورا، طبقه خفيفه كده، وتسيبيها في التلاجة تنشف. وبعد كده تروحي حطها على التورته بايدك كده تخرجي منها الهواء، عشان بس ايه ما تبقاش فيها فقاعات هواء من تحتيها. الكريم لو انت غلفتيها بالشوكولاته الخام ما بتيجي تقطعي التورته بتتكسر معاكي، اما لو انا بتعمليها بالنوتيلا زي ما انا عاملاها كده، ما بتيجي تقطعي التورته بتبقى الخرطه بخرطتها الصوره يعني. انا هنا كل شويه التليفون بيفصل معايا في الجزء ده، فانا ايه حطيت هنا في النص صوص شوكولاته برضو زي اللي هو الدربات اللي انا منزلاها كده، ومن الناحيه التانية مربى حليب. المربى حليب طعمها جميل جدا، وبقت الصوره معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها التلاجة بقى قبل ميعاد التسليم وبصورها هنا. وصاحبة الصورة كانت حابة ان انا اكتب على الصورة كلمة هانت كده، ده كان كلمة سين بينها وبين ابنها. هو كان خلص جيش، فهي حبت ان هي تعمل له التورتايه دي عشان ان هو خلص الجيش بتاعه، فحبت يعني ان تفرح بيه يعني، ولاني كان خارج يعني، فهي حبت تفرح بيه وتفرحه، فحبت ان هي تعمل له التورتايه دي. وعملت لها الصوره بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعت التورتايه دي بكام؟ انا بعتها ب 650 من غير صوره، ب 550 بالصوره 650. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. انا بقى احطها في العلبة. بعد كده اما اخلصها بديها بس كده ايه تصويرة كده، فرحانة بيها، جميلة جدا، هي عجبتها قوي قوي، وقالت لي تسلم ايدك عليها. والحمد لله وصلت على خير. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.